مصري مصر دايما بتناديك موت بنصري نصر دين. لما نرجع لسنة 1924 لازم نفهم ان مصر ما كانتش بتمر بمرحلة عادية في تاريخها السياسي. احنا بنتكلم على بلد اعلنت استقلالها رسميا عام 1922، لكن الاستقلال ده كان منقوص ومقيد بشروط واضحة فرضتها بريطانيا. يعني الدولة المصرية كان عندها دولة وعندها علم وعندها حكومة وبرلمان ودستور، لكن في نفس الوقت القرار الحقيقي في الملفات الأساسية ما كانش في ايديها. بعد ثورة 1919 حصل ضغط كبير وشعبي على بريطانيا، واضطرت بريطانيا انها تغير سيطرتها، لكن ما انسحبتش. الجيش البريطاني كان لسه موجود، والقوات البريطانية كانت منتشرة بكثافة في القاهرة واسكندرية وقناة السويس، والسودان كان وقتها خارج السيادة المصرية فعليا. والسؤال اللي كان مطروح في الشارع ساعتها، هل الاستقلال ده حقيقي ولا مجرد صيغة سياسية جديدة من الاحتلال؟ الطلبة في مدرسة الحقوق كانوا نشطين جدا سياسيا، وفي نفس الوقت كان في قلق أمني واضح، لأن أي احتكاك مع الإنجليز هيتحول لأزمة كبيرة جدا. وفي وسط البلد كان في شخص مجرد وجوده كان بيذكر المصريين إن الاستقلال لسه ناقص. الراجل ده اسمه السردار ليستاك، سردار الجيش المصري، يعني القائد العام للجيش المصري، الحاكم العام للسودان، وده منصب مزدوج في منتهى الخطورة. بمعنى أصح منصب السردار أعلى منصب عسكري موجود في الدولة، يعني التعيينات في الجيش، الترقيات، تنظيم الوحدات، التسليح، كل ده بيتم تحت إشرافه. والأخطر من كده إن المنصب ده كان محجوز تلقائيا لأي ضابط أجنبي غير مصري. السودان بعد الاستقلال ما كانتش بتتبع الحكومة المصرية فعليا، الإدارة هناك بريطانية، أي نفوذ مصري كان بيتم تقليصه باستمرار. لذلك الراجل ده كان خطير جدا، لأنه كان بيمثل الإمبراطورية البريطانية في الربط المباشر بين الاحتلال العسكري لمصر وإدارة السودان والسيطرة الإدارية على السودان، وده اللي خلاه يكون رمز سياسي مش شخص عسكري. الراجل ده كان بيتحرك في القاهرة بشكل طبيعي جدا، ما كانش بيتعامل على أساس إن هو هدف. الوضع في مصر مستقر تماما وتحت سيطرة بريطانيا العظمى، وده بسبب تقدير بريطانيا ليه إن الوضع تحت السيطرة، وإن الحكومة الوفدية رغم خطاباتها العدائية للاحتلال إلا إنها مش هتسمح بأي تصعيد أمني. لكن اللي ما كانش في الحسبان إن في مجموعات وطنية شايفة إن العمل السياسي لوحده مش كفاية. نيجي بقى ليوم 19 نوفمبر عام 1924، يوم عادي جدا، شوارع القاهرة شغالة، ترام بيعدي في مواعيده، موظفين رايحين أشغالهم، طلبة في طريقهم للجامعة، طلبة كانوا بيروحوا مدارسهم. وفي نفس الوقت خرج ليستاك من مقر وزارة الحربية وركب عربيته الرسمية في طريقه لمقر إقامته. الطريق كان داخل القاهرة في شارع ضيق نسبيا، وده كان طريق معتاد ليه. وأثناء مرور العربية ومع وجود الترام اضطرت العربية تبطأ شوية، هوب، وحصل الهجوم. إطلاق نار مباشر، أكتر من طلقة من مسافة قريبة. الرصاص أصاب ليستاك في مناطق البطن والذراع والساق. السواق نفسه اتصاب، لكن قدر يمشي ويسوق رغم إصابته ويسيطر على العربية وينطلق بيها بسرعة في اتجاه المفوضية البريطانية. وطبيعي الشارع دخل في حالة ارتباك. الخبر انتشر في القاهرة في خلال دقايق. ليستاك تعرض لمحاولة اغتيال في القاهرة، طبعا تم نقله واتعمل له الإسعافات اللازمة، لكن إصابته كانت خطيرة جدا.
وفي يوم 20 نوفمبر 1924 توفي متأثرا بجراحه. وهنا يا صديقي القصة ما خلصتش، دي بدأت. بريطانيا اعتبرت ان الهجوم على السردار هي هجوم على الامبراطورية البريطانية في سلطتها وهيبتها. وهنا هنسمع اسم واحد مذكور قوي في التاريخ المصري، اللورد أدموند الليمبي، المندوب السامي البريطاني. الليمبي كان شخصية قوية جدا، وكمان بريطانيا خولت ليه صلاحيات واسعة جدا، وكان شايف ان الحادث ده فرصة عظيمة لإعادة انتشار بريطانيا داخل مصر. على طول قدم الليمبي مطالب، وطبعا المطالب قاسية جدا. أولا يتم اعتذار رسمي للمملكة البريطانية، والعمل على تحقيق فوري، والقبض على المسؤولين عن الجريمة، وقمع أي تنظيم وطني مسلح، وسحب القوات المصرية من السودان، ودفع تعويضات مالية كبيرة للإمبراطورية البريطانية. الإنذار كان تهديد صريح جدا، مفيش تفاوض. نرجع ونشوف مصر إيه اللي حصلت فيها، إيه الحكومة اللي موجودة. الحكومة المصرية كانت حكومة سعد باشا زغلول، زعيم حزب الوفد، حكومة منتخبة لكن ضعيفة عسكريا وسياسيا. إيه النتيجة؟ استقالة سعد باشا زغلول. شكله ما عندوش اختيار تاني. أيوة، القرار اتاخد خلاص. سقوط حكومة الوفد، تراجع المشروع الوطني سياسيا، وطبعا معروف اللي جرى بعديها، حملات اعتقالات وتفتيش وتحقيقات. اتقبض على مجموعة كبيرة جدا من الشباب، وكلهم اتهموا بالمشاركة في حادث الاغتيال، حتى ما قدروش يدافعوا عن نفسهم. اتحكموا محاكمة سريعة جدا وقاسية جدا ومضغوطة جدا. وفي سنة 1925 صدر الحكم بإعدام 7. الأحكام نفذت، وكانت رسالة واضحة لمصر والباقي الحركات الوطنية وللشارع المصري وللحكومة اللي جاية، لأن بصريح العبارة حادث الاغتيال ما كانش طريق للاستقلال، بالعكس ادى بريطانيا حجة انها تفرض سيطرتها تاني على مصر. وكمان فصلت السودان عن مصر، واثبتت بالدليل القاطع ان القرار مش في ايد المصريين. لكن السؤال اللي فضل مطروح، هل اللي حصل ده كان مقاومة ولا كان سبب في تعقيد الطريق؟ التاريخ سجل النتيجة وساب الحكم للأجيال. بعد اغتيال السردار أصبح اللورد الليمبي الحاكم الفعلي لمصر، وده موضوع حلقتنا.